اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة نانسي الجمال، ويلا بينا نبدأ قصتنا. بتبدأ الحكاية: ها يا ياسين يا حبيبي، ايه رأيك؟ ياسين: ها؟ معلش يا ماما كنت سرحان شوية. بتقولي ايه؟ يو يا ابني كل ده سرحان وانا عمالة هاتي في قلبي. بقولك خالتك كلمتني امبارح، جوزها اللي منه لله مبهدل البت دعاء قوي، عمال يشتم فيها وضرب وإهانة لكل اللي تتخيله ياسين. فخالتك بقى قالت لي ناخد البت عندنا شوية عشان تنسى شوية اللي كان بيحصل فيها. طب بابا رأيه ايه في الموضوع ده؟ لا ابوك كتر خيره مش بيتكلم في حاجة زي كده، قال لي هاتيها وظبط لها أوضة واحنا هنشيلها على كفوف الراحة. يبقى خلاص يا ست الكل، عايزين نقول ايه تاني؟ ربنا يبارك فيك يا حبيبي ويريح قلبك زي ما انتم مريحيني كده. طب خلاص على بركة الله، اروح انا وانت بكرة بقى ان شاء الله ونجيبها. قال ابوك يعني مش فاضي يجي معانا؟ ماشي يا ست الكل، نروح بكرة نجيبها. كانت دعاء قاعدة في الأوضة مع أمها وبتقول: الله بقى يا ماما، بس أنا معرفش أعيش بعيد عنك ولا أعرف خالتي وعيالها. يا بت بقى ما تبقيش غاوية فقر، روحي وشوفي الدنيا عاملة ازاي يا دعاء. يا بنتي أنا وخالتك لما كنا في سنك كنا عارفين شكل الدنيا حوالينا ايه، مش زيك محبوسين في 4 حيطان فاضيين. وهو بإيدي يعني يا ماما؟ ما أنا عارفة، عشان كده ده الحل الوحيد إنك تعيشي يا دعاء. أبوك هيطمن لما تروحي لأختي ومش هيقلق، وهناك بقى أنا هوصيها تخليكي تشوفي الدنيا وتتنوري كده يا دعاء يا بنتي. حاضر يا ماما اللي انت شايفاه، مع اني يعني مش مستريحه ان انا امشي من هنا. عنك ما استريحتي يا بت، ده انت ماما طول عمرك يا دعاء. الله. وتاني يوم ياسين ركن العربيه قصاد البيت والام بتقول: ايوه حلوه قوي كده، ما وصلناش متاخر، خليك انت في العربيه، حكم ابوها ممكن يعزلك لو شافك، انا هطلع اجيب البت وانزل نروح. حاضر يا هانم، السواق هيستنى حضرتك هنا. ربنا يحرسك يا ابني وانت امير كده. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام يا امي. ياسين رايح ظهره على كرسي وغمض عيونه. خلينا مستنيين الأميرة. وفي الشقة فوق كان أبوها وأمها قاعدين مع خالتها، ودعاء واقفة ورا الستارة، والأب بيقول: بس أنا مش بحب دعاء تبعد عن البيت، دي بنت وأنت عارفة ممكن في لحظة تضيع شرفي وكمان اسمي. استغفر الله، تف من بقك يا أبو دعاء. يا أخويا ده أنتم مربيانا أحسن رباية، وهي تبقى في أمان، هي في رقبتي، ولا أنت شايفني مش قد الأمانة؟ لا العفو ما أقصدش كده، بس لا بس ولا غيره، انت تسيب البت تيجي معايا عشان تثبت لي انك فعلا ما تقصدش الكلام ده. ماشي بس اسبوعين بس وهاجي اخدها. لا شهر وخلاص بقى، مش فارقه كام يوم يعني، بلاش تزعلنا من بعض. قومي يا اختي هاتي البت يلا عشان الحق ارجع انا وهي. يلا. ضحكت دعاء وجريت على الاوضه وبتجهز حاجتها في شنطتها، والام بتقول: دعاء جهزتي يا بنتي؟ ايوه يا ماما، بس انا خايفه قوي، دي اول مره اخرج من بيت من غيرك وكمان في حته بعيده، ده احنا اخرنا السوق يا ماما. ما تخافيش يا روح امك، انتي خالتك هتاخد بالها منك، انا قلت لها تجيب لك كام هدمه كده حلوه يا دعاء بدل الاشكال اللي ابوكي ملبسها لك دي، بس ما ترميش دول ها، عشان وانتي جايه تلبسي من هدومك، عشان ابوكي بقى يقول ان انتي كنتي دايما بتلبسي من القديم. حاضر يا ماما، هتوحشيني. حضنتها دعاء وخرجت من الاوضه، سلمت على خالتها ونزلوا مع بعض. ياسين فتح عيونه بملل وبص ناحيه السلم، لقى امه نازله وجنبها بنت شكلها غريب، كانت عامله ضفيرتين ولابسه فستان الوان وحشه قوي. تعالى يا واد انت خد الشنطه من دعاء. الله. وراح ناحيتها وابتسم: ازيك يا دعاء؟ كويسه. مين ده يا خالتي؟ ده ابني ياسين، ما تخافيش منه، يلا اركبوا. وركبوا العربيه ودعاء قعدت في الكرسي اللي ورا. دعاء مسكت في الشباك وقعدت تبص منه بانبهار بعد ما ساق ياسين العربيه، وكان ياسين كل شويه يبص عليها وحس بحاجه غريبه ناحيتها وبيسالها وبيقول: دعاء انت اول مره تركبي عربيه؟ ايوه انا مش بنزل في حته خالص. خالص يعني مش بتروحي اي حته خالص؟ ساعات بروح مع ماما يعني السوق بس مش كتير. وقلبها دق بسرعه. بعدها فضلت دعاء بتراقبه طول السكه من غير ما ياخد باله. وقفت العربيه ونزلوا منها. دعاء راحت عشان تشيل شنطتها. ايه ده بتعملي ايه؟ بشيل الشنطه. انا بعمل ايه؟ مش انا الراجل يبقى انا اللي اشيل. مش عايزه اتعبك معايا. مش تعب ولا حاجه، ما تقلقيش، اطلعي انت بس مع ماما. ابتسمت دعاء بتردد وطلعت ورا خالتها. بالليل في الصالون الام بتقول: بكره بقى باذن الله ممكن ننزل نجيب الهدوم زي ما اتفقنا، ايه رايك؟ اللي تشوفيه حلو يا خالتي انا موافقه عليه. ربنا يبارك فيكي يا حبيبتي، يلا تصبحي على خير. دخلت دعاء كمان اوضتها ونامت على السرير وهي مبتسمه. شكل الدنيا بتضحك لك يا بنتي يا دعاء. تاني يوم دعاء صحيت متأخر وخرجت من أوضتها. صباح الخير. صباح الخير، معلش قمت متأخر. أمال فين خالتي؟ ماما تعبانة في الأوضة جوه، تقريبا أخدت برد،
انت عارفه بقى الجو بدأ يسقع وهي نزلت بخف قوي امبارح. يا حبيبتي الف سلام عليها. انا ادخل لها ولا ما ينفعش؟ لا ادخلي عادي، انا هحاول اعمل لها شوربه وهاجي وراكي. انت بتعرف تعمل شوربه؟ بصراحه لا. خلاص ابعد وانا هعملها. ياسين بعد ودعاء وقفت تعمل الشوربه. تسلم ايدك، ريحتها باينه حلوه قوي. شكرا، باذن الله طعمها كمان يعجبها. ودخلوا بالشوربه الاوضه. الف سلام عليكي يا خالتي. الله يسلمك يا حبيبتي. معلش يا دعاء مش هنعرف ننزل النهارده. ولا يهمك يا خالتي، ريحي انتي بس النهارده وبعدها كل حاجه تتحل. دعاء شربتها الشوربه واكلتها، وياسين اداها العلاج وخرجوا مع بعض من الاوضه. تشربي قهوه معايا؟ لا يعني ممكن شاي. بس غريبه يعني تبقي بنت خالتي ومعرفش عنك حاجه خالص. ما بابا مشدد عليا قوي. حقه طبعا لما يبقى عنده بنت من الجمال ده. دعاء بصت له بصدمه واحمر وشها وفضلت ساكته. انا هضطر استاذن منك عشان شغلي. تمام اتفضل. ياسين مشي ودعاء حطت ايديها على قلبها بابتسامه واسعه وبتقول انا جميله. وبعد يومين دعاء بتقول لخالتها صفاء يا خالتي ريحي بس شويه تانيين وبعدها ننزل، هي الدنيا هتطير يعني. طبعا هتطير، ده كفايه ضيعت منك 3 ايام بتعبي ده، دلوقتي بقى لازم ننزل وندلعك يا دودو. ما لسه بدري، ده شهر كامل لسه. شهر؟ حلاوه الدنيا عايزه شهور مش شهر. يلا بس ننزل وما تعنديش بقى. يلا طب استني على الاقل يعني ياسين يوصلنا. لا ما انا عايزه افاجئه باللي هعمله فيكي. ودخل ياسين الاوضه. عايزه تفاجئني بايه يا ست الكل؟ اهو ابن الحلال عند ذكره بيبان. انا هنزل مع بنت خالتك، هنعمل كام مشوار ونرجع. طب استني اوصلكم انا بالعربيه. هنطول ومش عايزه اعطلك، النهارده ياسين اجازتك وانا طول لما اتعطل عشانك يا صفصف. يلا بس هوصلك يعني هوصلك. ماشي يا حبيبي اللي انت شايفه، يلا. وفعلا ركبوا العربيه مع بعض ودعاء قعدت ولزقت في الشباك. هيفضل المنظر عاجبك لحد امتى؟ لحد ما ارجع البيت، اهو الواحد يشبع شويه من المناظر الحلوه دي. ابتسم ياسين وفكر في سره بضيق وقال ازاي ابوكي قادر يحرمك من الحياه بالشكل ده؟ وبعد وقت وصلوا عند المول. هنروح فين؟ لا انت مش هتروح في حته، انت هتقعد تستنانا في اي كافيه او اي حته يعني، واحنا لما نخلص هنكلمك. ليه بس ما اجي معاكم؟ اسمع الكلام بقى وما تتعبش قلبي يا ابني. ماشي يا صفصف، اللي تشوفيه لما تخلصي كلميني. كانت دعاء مش مركزه معاهم وهي بتبص لكل حاجه بانبهار وعيونها بتلمع. بص لها ياسين وضحك وقال خلي بالك لا توه منك، ما تخافش عليها، يلا بينا يا دعاء. دعاء دخلت معاها وهي بتبص حواليها بانبهار. وصفاء ايه رايك في المول؟ حلو قوي يا خالتي، حلو قوي بجد. تعالي بقى نجيب اول حاجه، هنجيب هدوم. ودخلوا محلات كتير وكانت دعاء مبهوره بالستايلات وشكل الهدوم الحلو. وصفاء بتقول دعاء حلو قوي الفستان ده كمان، ادخلي يلا قيسيه. بس كده كتير قوي يا خالتي. ولا كتير ولا حاجه يا بت انتي، يلا روحي بقى. ودعاء قاست الفستان وخرجت. وصفاء بتقول الله اكبر على جمالك يا دعاء، قمر يا حبيبتي ما شاء الله عليكي. ادخلي بقى العي وخليكي في البروفا، هحاسب عليه واجيبهولك تلبسيه تاني. طب يا خالتي خليه لما نروح ابقى البسه. لا هو ده وقته، ادخلي يلا بقى ما ترغيش. وبعد ما خلصوا دعاء دخلت بيها البيوتي سنتر. ودعاء بتقول ايه ده خالتي، هنعمل ايه هنا؟ هنا بقى هنغيرك خالص يا روح خالتك. ودعاء فعلا قعدت وكانت مبهوره باللي البنت بتعمله فيها وفي شكلها، وحطوا لها ميك اب خفيف. بجد شكلها كان حلو قوي. ايه رايك بقى؟ دي مش انا يا خالتي، انا حاسه ان انا شايفه واحده غيري. لا يا حبيبتي ده انتي والله، بس ابوكي هو اللي عامل فيكي، هنقول ايه بقى؟ ربنا يخليكي ليا يا خالتي، انا فرحانه قوي، شكلي بقى يجنن. حبيبه خالتك. يلا خلينا نروح نفاجئ ياسين بقى. دعاء حست بالحماس والكسوف، عايزه تشوف رد فعله على شكلها بعد ما اتغيرت خالص. كان ياسين واقف وساند على العربيه ومستنيهم يجوا. ومره واحده شاف مامته ودعاء. مش معقوله، انتي دعاء؟ ايه رايك؟ شكلي طلع حلو قوي. يعني شكلك حلو قوي ومتغير قوي. لا هي طول عمرها حلوه. يلا نروح بقى. نروح ايه بس يا ماما؟ بقى انا اشوف انسه بالجمال ده كله وما عزمهاش على الغدا؟ لا غدا ايه، انا مش قادره. انت تروحني انا وبعدين شوف هتاخد دعاء تاكلها فين. لا مفيش داعي يا خالتي. يلا انا اسمع كلام الحاجه، هنروحها الاول وبعدين نروح احنا نتغدى مع بعض. يلا تعالي اركبي قدام. اجي فين؟ تعالي هنا اركبي قدام، مش هقعد انا اسوق وانتي ورا. يلا بقى. حاضر هاجي اهو. حابه نروح فين؟ انا ما اعرفش حته. طب اخدك انا، بس قولي لي بقى تاكلي ايه؟ يعني عايزه اسماك فراخ لحوم كده يعني؟ ما اعرفش، انا بحب كله بصراحه. شوف انت حاجه بتحبها. هي على رايك المفيد جدا ده. هنعديها المره دي بس عشان خاطر الحلاوه.
وبعد وقت وصلوا المطعم وطلبوا الاكل. كلميني عن نفسك بقى يا دعاء. مفيش حاجه اكلمك عنها، يعني انا مفيش حاجه في حياتي اصلا تتحكي خالص. يعني مثلا وانت صغيره، المدرسه، صحاب، اي حاجه؟ مفيش، انا ما رحتش مدرسه خالص. بابا كان بيخاف يسيبني انزل من بيت، ما عنديش صحاب ولا معارف ولا اي حاجه. حياتي كانت في اوضتي وماما وبس. حتى اني اخرج بره الاوضه كان ممنوع، عشان يعني ما اشوفش التلفزيون وعيوني تتفتح. نعم، التلفزيون كان ممنوع؟ كل حاجه كانت ممنوعه يا ياسين. بابا شايف ان اي حاجه ممكن تخلي اخلاقي تبوظ، وشايف ان التلفزيون بينقل حاجات ممكن تبوظ دماغي، عشان كده ممنوع اخرج من اوضتي اللي هو مطفي. والبلكونه كمان ممنوعه، ممكن تخليني اشوف ناس بيعملوا حاجه غلط، فممنوع ادخلها. ممنوع اتعلم، وممنوع البس هدوم حلوه ولا اعمل اي حاجه تحليني، حتى القرايه والكتابه ماما علمتها لي من ورا بابا عشان ما يتضايقش. عشان كده ما كنتش بتنزلي الشارع كتير. كان ممنوع انزل اصلا، ولو ينفع فهيبقى مع ماما. في الاول كنت بحب انزل معاها، وكانت هي بتتحجج عشان انزل، بس كنت ببقى ملهيه فرحتي ومش بركز مع الناس. مع الوقت بدات اركز واشوفهم. كنت بشوف الامهات والبنات وحتى البياعين كانوا بيتريقوا على شكلي ولبسي، وكمان كانوا بيتريقوا على انبهاري. فبقيت مش بنزل خالص من البيت الا قليل عشان ما اسمعش كلام وحش. اللي بيتريق على حاجه ده يبقى انسان مش محترم، لانه ما يعرفش ظروف البني ادم ايه. من النهارده مش عايزك تخافي من حاجه ولا تكسفي منها، وبعدين انا معاكي اهو، وهنضيع ايام الخوف دي. والاكل نزل، وكانت دعاء بتبصله بعيون بتلمع وفرحه غريبه في قلبها. بعد الاكل ياسين بيقول: تحبي نحلي بقى؟ اللي انت شايفه عادي، يعني اي حاجه. خلاص هطلب لك بقى مولتن كيك، انما ايه حكايه؟ ايه مولتن كيك دي؟ هتشوفي دلوقتي. وفي العربيه: شكرا يا ياسين، كان يوم حلو قوي. شكرا على ايه بس؟ ده اقل واجب يا بنت خالتي. وبعد وقت نزلوا من العربيه، وكانوا طالعين على السلم، واتكعبلت رجل دعاء وكانت بتقع، بس ياسين مسك ايديها ولحقها. دعاء بصت له بتوتر، ودق قلبها بسرعه من قربه منها. اسفه، ما خدتش بالي. ولا يهمك، خليكي بس ماسكه في ايدي عشان ما تقعيش. ياسين مسك ايديها وسندها على السلم، وطلعت دعاء وهي باصه لايديهم مع بعض، وكانت فرحانه ومكسوفه. يلا بقى تصبح على خير، وانت من اهله الخير يا ياسين. تاني يوم ياسين رجع من الشغل ودخل يدور على دعاء. اخيرا لقيتك يا ست دعاء. ايه ده؟ بتدور عليا ليه؟ ايه ده يا ياسين؟ دي بقى يا ستي فلاشه، وجمعتلك بقى احلى افلام اللي ممكن تتفرجي عليها. انت عملت كده عشاني بجد؟ كل حاجه عشان عيونك. يلا بس خدي ده فشار، عاملين حبه، وانا اجهز حاجات بره شويه عشان السهره صباحي. حاضر، دلوقتي بقى الفشار يكون جاهز. خرج ياسين، وبعدها جت دعاء وهي ماسكه الفشار، وياسين جهز الافلام، وقعدوا جنب بعض بيتفرجوا ويهزروا مع بعض. كانوا قاعدين طول الليل. دعاء سهرت على الافلام من غير ما تنام، وجنبها كان ياسين، وراح في النوم غصب عنه. وقلق ياسين من النوم من وجع رقبته، وبص جنبه لقى دعاء متنحه للتلفزيون. ايه ده دعاء؟ هو انت ما نمتيش خالص؟ لا ما عرفتش، ده اخر فيلم وهنام. اوكي، اخر فيلم وتنامي ايه؟ الساعه داخله على 10 الصبح، قومي يلا عشان ننام. ما تخافيش يا ستي، الفلاشه موجوده، ادخلي بس وبكره هدولك. دعاء دخلت الاوضه ونامت في ساعتها. ياسين بص للكعبله حواليه وضحك، وبدا يلم الدنيا، وبعدها دخل ينام. صحي دعاء متاخر جدا، وخرجت من الاوضه وقابلت ياسين. اخيرا الاميره النايمه صحيت. صباح الخير، اوعى تكون رجعت الفلاشه. واضح اني افسدت اخلاقك، بس ما تخافيش، ما رجعتهاش، دي بتاعتي اصلا. حلوه قوي، نتغدى وبعدها نقعد نكمل فرجه. لا يا انسه، نتغدى وننزل نتمشى شويه، وهجيب لك بقى تليفون، وبعدها بقى نكمل فرجه على الفلاشه. بس الفيلم انا عايزه اكمله قوي. بعد ما نتمشى، وده مقابل بقى ان انا اللي روقت الاوضه مكاننا. انا كنت نسيتها خالص. اسفه يا ياسين، انا خليتك تعملها انت. حيلك اسفه على ايه بس؟ عادي، اعتبري نفسك انت اللي روقتيها. يلا اتغدي بس عقبال ما اغير هدومي. وياسين بيقول لها: احلى حاجه التمشيه بالليل او الصبح، المهم في التمشيه. هنبتدي بقى شغل القر. لا خلاص مش قر، تعالي بقى نجيب لك تليفون. وفعلا راحوا اشتروا تليفون وقعدوا على الرصيف، وكان ياسين بيعلمها تتعامل فيه ازاي وتعمل ايه. شكرا يا ياسين عشان كل اللي بتعملوه عشاني، انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش اي حاجه ابدا، انا ببقى مبسوطه وانا بعمل اي حاجه عشانك يا دعاء. اصلا معاكي كل حاجه ليها طعم مختلف، ده يعني اللي بحسه، وانا كمان بحس بكده. عدى الشهر بسرعه، ودعاء وياسين حبوا بعض، ولكن لسه ما اعترفوش لبعض. في يوم كانت دعاء قاعده في البلكونه وهي متضايقه، ودخل ياسين عليها. ايه قلب وشك كده ليه؟ لا ابدا، انا همشي بكره يا ياسين. ايه بكره ازاي يعني؟ الشهر خلص، وماما كلمت خالتي عشان لازم ارجع. بس ما ينفعش. لا ازاي
انت ما لحقتيش. انا برضو حاسه ان انا ما لحقتش. طب ما ينفعش ماما تقنع خالته انك تفضلي عندنا شويه كمان؟ للاسف مش هينفع، انا لازم امشي. بس البيت هيضلم ويطفي من بعدك يا دعاء، وانا هحس ان حياتي مضلمه بعيد عنكم. هتوحشني يا دعاء، هتكلمني كل يوم، مفهوم؟ مش هينفع، بابا لو شاف التليفون الدنيا هتخرب عليا. خبي منه كويس يا دعاء، وتكلميني كل يوم، ماشي؟ هكلمك كل يوم، كل يوم يا ياسين. دعاء دخلت جري على اوضتها ورمت نفسها على السرير، فضلت تعيط جامد. تاني يوم غيرت هدومها لهدومها القديمه وجهزت نفسها. خرجت من الاوضه ولقيت ياسين قدامها. رجعنا تاني للستايل القديم يا دودو؟ رجعنا تاني يا ياسين. دعاء، انا عايزه اعترف لك بحاجه. انا بحبك يا دعاء، انا بحبك. وانا كمان انا بحبك يا ياسين. ما تخافيش يا دعاء، انا مش هسيبك ولا ابعد عنك. انت بس هترجعي دلوقتي وبعدها هاجي اخدك. ياسين شال الشنطه ونزلوا العربيه. المره دي كان باين على دعاء التغيير، وكانت قاعده هاديه، لكن طول السكه كانت باصه على ياسين وهي ماسكه عيطها بصعوبه. ولما وصلها عند مامتها، دعاء حكت لمامتها على كل اللي حصل في الشهر ده. شفتي يا دعاء الدنيا حلوه ازاي بره؟ هو ابوكي بس اللي نكدي، بس اول ما تتجوزي هتعيشي براحتك يا حبيبتي. مالك يا دعاء؟ حاساكي متضايقه يا بنتي. انا بحب ياسين يا ماما. ايه؟ بتحبي ياسين ابن خالتك؟ ايوه يا ماما هو. طب وبتعيطي ليه بس يا حبيبتي؟ حاسه ان بابا مش هيوافق، انا خايفه يا ماما. وكلي امرك لله يا دعاء وما تخافيش، ربنا دايما بيقدم لنا الخير. بالليل وقفت دعاء متوتره في الاوضه ودخلت مامتها. نام يا بنتي يا قرده، طب اعملي مكسوفه حتى. نام، ما تطوليش بقى عشان مش هقعد سهرانه انا عشانك. حاضر يا ماما. خرجت الام وقفلت دعاء الباب كويس واتصلت بياسين. وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني. اعمل ايه من غيري؟ وحش قوي من غيرك يا دعاء. انا قلت لماما ان احنا نيجي نخطبك، وقالت لي ان احنا هنيجي بكره نكلم ابوكي. بكره؟ بس ده بسرعه قوي، بابا كده ممكن يفكر ان في حاجه ما بيننا. ما تخافيش يا دودو انا معاكي. طب اقفل بقى عشان محدش يحس بيا، يلا سلام. قفلت دعاء وهي مبتسمه وفرحانه جدا. تاني يوم كانت قاعده دعاء في اوضتها متوتره، والام بتقول لو فضلتي قلب وشك كده ابوكي هيقول انك عارفه حاجه يا دعاء. مش عارفه اتلم على نفسي يا ماما، اعمل ايه بس؟ وبعدين احنا قلنا ان انا ما قابلتش ياسين وكان قاعد بره البيت ساعتها، صح؟ ايوه فتحي معايا كده، ياسين كان قاعد بره وقابلتيه وهو بيوصلكم وبس. ماشي يا ماما ما تقلقيش. بعد فتره اتفتح الباب بعنف، وقفت دعاء بخوف ورا مامتها. انت ايه اللي حصل بينك وبين ابن خالتك؟ عملتي ايه؟ ضيعتي شرفي؟ انتوا يا زباله. اهدى بس يا حاج واسمعها، اسمع رد البيت. اوعى انت من وشي، انتوا يا زباله. انا قلت انت رخيصه، ما ينفعش تطلعي بره البيت ابدا، اللي زيك لازم يتقفل عليه ولا هيفضحنا. والله ابدا يا بابا، انا ما عملتش حاجه، والله ما عملت حاجه يا ماما. انتي تعرفي ايه عن ابن خالتك؟ حصل بينكم ايه؟ ما اعرفوش يا بابا، ما شفتوش غير وهو بيوصلنا بس، ما اعرفوش. ممكن افهم ايه اللي حصل خلاك داخل على البيت هتخلص عليا بالشكل ده؟ جوز اختك اتصل بيا وطلب يدالي ياسين ابنه، فافتكرت بقى حصل من بينهم حاجه. هيكون حصل ايه بس؟ حرام عليك، البت بهدلتها. خرج وسابهم، ودعاء ضحكت لمامتها وقالت ماما هو كده هيوافق؟ ايوه يا حبيبتي باذن الله هيوافق. بالليل دعاء اتصلت بياسين وقالت بابا رد عليك. طب قولي الو، السلام عليكم، اي حاجه. عايزه اعرف رده يا ياسين، ما تلعبش باعصابي. رد يا ستي، وقال لنا بقى تنورونا اخر الاسبوع. الحمد لله، مش خساره اللي حصل فيا. ايه حصل فيكي؟ ايه اللي حصل فيكي؟ هو عملك حاجه؟ ما تقلقش، حاجه بسيطه. استحملي يا حبيبتي، شهر بالظبط وهتكوني بيتي وهتبقي مستريحه من كله، ده انت هتنوري حياتي، ده اللي مصبرني يا حبيبي، ما تخافش عليا. وبعد وقت جه ياسين واهله وطلبوا دعاء، وابوها وافق على الميعاد اللي حددوه لكتب الكتاب. وجري الشهر بسرعه، ودعاء بتجهز للفرح بكل سعاده وحب، وياسين بيحاول يوفر لها كل اللي بتحلم بيه. واتكتب الكتاب وسط فرحه واحتفال من العيله كلها. دعاء دخلت شقتها وهي بتبص حواليها بصدمه. انا مش متخيله ان ده بيتنا وان احنا هنعيش هنا لوحدنا، يعني خلاص مفيش بابا واللي بيعملوا فيا تاني؟ مفيش اي حد تاني غيري انا وانتي. مش عايزك تخافي ولا تقلقي من اي حاجه، سامعاني يا حبيبتي؟ طول ما انا هنا خلاص مفيش حد تاني. انا بحبك قوي يا ياسين، وانا بحبك قوي كل حياتي. ولحد هنا خلصت القصه خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.